السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة إعدادي، الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثالث في الوحدة الأولى، واخد درس إن شاء الله في الوحدة الأولى الكميات القياسية والكميات المتجهة. الكميات القياسية محتاجة حاجة واحدة بس اللي هي مقدار، تمام؟ أما المتجهة محتاجة مقدار وكمان اتجاه من اسمها. يبقى يعني إيه كميات قياسية؟ دي الكميات التي يلزم لتحديدها أو يلزم لمعرفتها مقدارها فقط لا غير، مقدارها فقط. أما الكلمات المتجهة عايزة حاجتين طماعة، عايزة مقدار وعايزة الاتجاه، عشان كده سميناها متجه. خدنا أول حرف اللي هو الميم، تمام، وخدنا الباقي اللي هو باقي الاتجاه. يبقى مقدار واتجاه، مقدار واتجاه. زي مين؟ في اختصار حلو أنا بحبه عن نفسي، طز. إيه؟ والله زي ما أنت سمعت كده، طز. طز كاف كاف. الطه دي بتاعت مين؟ طول أو مسافة. أما الزل ده زمن. الكاف دي، تمام، الكاف دي كثافة. أما الكاف التانية اللي هي الكتلة. وفي حاجة اسمها السرعة، في حاجة كمان اسمها السرعة القياسية، تمام. تمام. أما بقى المتجهة، عندك إزاحة، تمام، قوة، عجلة، وعندك برضو سرعة بس هنا تختلف، اسم السرعة المتجهة. يبقى أنت عندك سرعتين، سرعة على اسم سرعة قياسية وسرعة اسمها سرعة المتجهة. عايز برضو أعلمك الاتجاهات دي، أنت المفروض واخدها في الدراسة. عندك 4 اتجاهات رئيسيين، عندك شمال، جنوب، شرق، غرب، تمام. عندك اتجاهات فرعية، اللي طالع كده بنقول عليه الشمال الشرقي، واللي طالع كده بنقول عليه أيوه الشمال الغربي، تمام. هنا الجنوب الغربي، تمام. هنا الجنوب الشرقي. برافو عليكم. اللي بعده يقول لك يهتم علماء الفيزياء بوصف وتفسير الظاهرة الطبيعية، تمام. ليه؟ لاستنباط العلاقات الرياضية تربط بينهما. وتاني تحديد وحدة القياس، تحديد وحدة القياس. هل عندك السرعة القياسية دي كمية فيزيائية يكفي لتحديد معرفة مقدارها فقط. زي مين؟ الطول، المسافة، الزمن، الكتلة، السرعة القياسية، المساحة، الكثافة، تمام. ثانيا الكميات المتجهة دي يلزم تحديد معرفتها مقدارها واتجاهها. دي طماعة، عايزة مقدار وعايزة اتجاه، زي الإزاحة، السرعة المتجهة، العجلة، القوة. مثلا أنا أجي أفهمك دلوقتي المقدار والاتجاه. صلى على النبي. دلوقتي أنت رحت اشتريت كيلو طماطم، اشتريت كيلو طماطم. هتروح عند البياع قول له النبي يا عم وزن لي كيلو طماطم. هل هيقول لك كيلو طماطم شمال؟ ايه كيلو طماطم شمال ده؟ كيلو طماطم جنوب؟ لا، هو بيقول لك كيلو بس، 1 كيلو. ده بنقول عليه المقدار، بنقول عليه المقدار. يبقى اي حاجة يكفي لمعرفتها مقدارها بس اللي هو رقم وجنبيه وحدة قياس، دي اسمها كميات القياسية، كميات القياسية. اما اي حاجة تاني عايزة مقدار وعايزة اتجاه، كمية متجهة. زي مثلا هيجي يقول لك القوة. يعني ايه قوة؟ انا معايا شخص اهو، تمام، عشان ازج الشخص ده. طب ازجه فين؟ ازجه يمين. ادي قلت ازجه فين، يبقى يمين. يبقى انت كده حددت اتجاه، حددت اتجاه. هتزجه بقد ايه مثلا؟ مثلا بقوة 10 كيلو متر، او قوة 10 نيوتن، اسف، الوحدة بتاعتها نيوتن، 10 نيوتن.
هتزوج ناحية اليمين يبقى انت خلاص معاك 10. ادي له مقدار ومعاك الاتجاه، زي ما باباك بيقول لك او مامتك تعالى شيل الانبوبة. طب عشان تشيل انبوبة محتاج قوة. طب يا ماما هتشيلها توديها فين؟ تقول لك توديها المطبخ. يعني جات لك اتجاه وانت بقوتك ده المقدار، يبقى معاك مقدار ومعاك اتجاه. في سؤال بيقول لك ما معنى ان، قلت لك ما معنى ده على اما عايز حاجة وتعرفها او تعريف الحاجة وانت تقول له ايه الحاجة دي. بيقول لك الزمن كمية قياسية فيزيائية. خلاص تعرف الكمية الفيزيائية القياسية هي يكفي لتحديد الزمن معرفة مقداره فقط. تمام. القوة كمية فيزيائية متجهة، لأن يلزم تحديد القوة معرفة مقدارها واتجاهها. تمام. تمام. اللي بعده في اتنين عايزك تفرق بينهم، اللي هما المسافة تمام والإزاحة. خلي بالك الاتنين أصلا وحدتهم متر. وحدتهم متر. تعالى أديك مثال. دلوقتي أنت صحيت من النوم عشان تروح المدرسة، وادي المدرسة بتاعتك. تمام. أول حاجة تعملها تطلع من البيت، هتروح فين؟ هتعدي على صاحبك وليكن. هتعدي على صاحبك. تمام. بينك وبين صاحبك مثلا 5 متر. 5 متر. بعد ما عديت على صاحبك قلت تعالى نروح من السوبر ماركت نشتري. خلاص رحت السوبر ماركت تشتري. عديت انت وصاحبك قالك تعالى نروح سايبر نلعب جيمين. رحت سايبر. تمام. بعد ما تروح السايبر قلت كفاية كده، مية مية نروح المدرسة. نروح المدرسة. المسافة بينك وبين صاحبك 5 متر، وصاحبك والمطعم أو سوبر ماركت 5 متر، وبين السوبر ماركت والسايبر 10 متر، وبين السايبر والمدرسة 8 متر. شايف كل الأرقام دي لو جمعتهم تديك المسافة. لو جمعت الأرقام دي كلها تديك مين؟ تديك المسافة. يبقى المسافة هو المسار الكلي الذي يسلكه. مين اللي بيسلكه؟ الجسم، من البداية حتى النهاية. بدايتك البيت ونهايتك المدرسة. طبعا انت لما اديتها صاحبك واشتريت رحت سايبر، رحت المدرسة الساعة 10 صباحا، وانت طالع من بيتك الساعة 7. رنت المدرسة على باباك، يا فندم تعالى لنا ضروري. فيها قال تعالى انت لما تيجي تعرف. ابنك جنة الساعة 10 الصبح والمدرسة موعدها الساعة 7:30. كان فين كل ده؟ باباك بقى سماش عليه، عطاك قلم قال لك انت اعترفت قلت روح عند صاحبي. القلم التاني والله رحت سوبر ماركت. القلم التالت سايبر. سمع كلمة سايبر عطاك قلمين قال لك رحت فين كمان؟ قلت له خلاص كده كفاية رحت المدرسة. تبنى. جيت تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح من البيت للمدرسة على طول. من البيت للمدرسة على طول. ها الخط دوات المستقيم اللي راح من نقطة البداية لنقطة النهاية من, من غير ما يتحرك، اللي هو بمعنى صح في اتجاه واحد. الخط اللي طالع من البيت اهو واصل المدرسة ده في اتجاه واحد، ده اسمه الإزاحة. اسمه ايه؟ الإزاحة. يبقى الإزاحة هو الخط المستقيم في اتجاه واحد من البداية حتى النهاية. تمام. تمام. اللي بعده عايز أقولها لك. لو أنت في إنسان دحيح، في إنسان تاني دحيح. تمام. ده راح من البيت للمدرسة على طول. راح من البيت للمدرسة. إذا المسافة هتساوي مين؟ الإزاحة. تساوي مين؟ الإزاحة. إمتى بقى؟ متى المسافة تساوي الإزاحة؟ لو كان في خط مستقيم وتاني واتجاه واحد. تمام. تمام. يبقى امتى تساوي المسافة تساوي الإزاحة؟ امتى المسافة تساوي الإزاحة؟ لو في خط مستقيم واتجاه واحد. تمام. الفرق بين المسافة، المسافة راح من البيت
تمام، للسوبر ماركت، بعد كده المدرسة. هتجمع دول كلهم تديك المسافة. ايه المسافة؟ طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي. أما بقى اللي إذا هو راح من البيت للمدرسة على طول، تمام، ده اسمه الإزاحة. وخلي بالك في حاجتين، في حاجة اسمها إزاحة وحاجة كمان اسمها مقدار الإزاحة. الإزاحة دي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت. تمام. مقدار الإزاحة ده طول أقصر خط مستقيم، تمام. اللي بعده يقول لك ما معنى أن المسافة التي يقطعها الجسم تساوي 5 متر. هتعرف له المسافة طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من بداية الحركة إلى نهاية الحركة، تساوي 5 متر. تمام. الإزاحة دي المسافة المقطوعة في اتجاه شرقا، اللي هي الاتجاه الشرقي. لو بقول لك إزاحة الجسم تساوي 10 متر شرقا، يبقى المسافة المقطوعة في اتجاه الشرق من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها تساوي 10 متر. تمام. في سؤال علم بيقول لك تعتبر المسافة كمية فيزيائية قياسية لأنه يكفي لتحديدها مقدارها فقط. هيقول لك الإزاحة كمية فيزيائية متجهة. علل ليه؟ إن يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. تمام. بص السؤال ده بيقول لك أيهما أكبر، المسافة التي قطعها الجسم في المسار الأول أم الثاني؟ ركز كده، هنا خط مستقيم على طول، لكن هنا راح يمين وراح شمال، يعني خط منحني. مين اللي أكبر؟ أكيد المسار رقم واحد. تمام. الإزالة حدثت في السيارة، أيهما أكبر، حدثتها في المسار الأول أم الثاني؟ لا الثاني طبعا. فيما أقول لك بشكل عام تختلف المسافة باختلاف المسار الرحلة، بينما مين يظل ثابت؟ الإزاحة تظل ثابتة مهما اتغير أو اختلف المسار. حلو. اللي بعده دلوقتي بيقول لك إذا تحرك الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت، أدي ألف وأدي ب، راح كده، يبقى المسافة من ألف لب. تمام. والإزاحة من ألف لب برضه. تمام، في اتجاه الغرب. نرجع تاني، لو اتجاه مضادين راح من ألف، تمام، إلى ب، تمام، ثم من ب لج، المسافة هنقول من ألف لب زائد ب ج. أما الإزاحة بص، مين اللي ما اكتملش؟ في خط ما اكتملش اللي هو الخط ده من ألف لج. أما نقول ده ما اكتملش من ألف لج أو من ج لألف، إذا دي الإزاحة، تمام. لو راح من ألف لج وعدى على ب، تمام كده، في اتجاه عمودي، يبقى المسافة ألف ب ج. أما بقى لو عايز الإزاحة، خلي بالك الإزاحة دي الطريق المختصر، فين الطريق المختصر؟ أيوه برافو عليك، من ألف لج. طب ده متعامل يجيبها إزاي؟ عن طريق نظرية فيثاغورس. لو تفتكروا في الرياضة، هنقول إن ألف ج هيساوي جذر ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. وشوف راحة فين، هي نزل تحت. لو جيت عملت كده انت كده، تمام، الزائد بتاعك هتلاقيه نازل تحت بين الجنوب وبين الغرب، يبقى الجنوبي الغربي. تمام. اما لو راح من ألف لب لج لدال، يبقى المسافة كلها دي ألف ب زائد ب ج زائد ج د. فين الطريق المختصر؟ أيوة، ليه الزاحة ألف د. ما شاء الله عليكم. في حالة بقى عايز تاخد بالك منها. تمام. لو مفيش طريق مختصر، يعني ايه مفيش طريق مختصر؟ يعني موضع البداية هو موضع النهاية، يعني راح من البيت ولف اللفة ورجع البيت تاني، هل في طريق مختصر؟ لا يا مستر. يبقى هنا الإزاحة بتساوي صفر. لو راح من ألف لب بعد كده رجع لها تاني، تمام، دي الإزاحة بصفر. طب المسافة، خلي بالك أنا رحت من ألف لب، طب رحت مثلا في 10 متر، ورجعت من ب لألف 10 متر برضه، يبقى المسافة كلها كام؟ 10 و10 20، يعني 2 ألف ب. حلو. أما بقى لو شكل مثلث، خلاص الإزاحة بصفر. أما من ألف لب ومن ب لج ومن ج لألف، نفس الكلام في الشكل المربع. تمام. يقول هنا متى يحدث لكل من مالك.
يتطابق الإزاحة الحادثة مع المسافة المقطوعة. قلناها المرة اللي فاتت شرحناها، قلنا إيه؟ لو تحرك في اتجاه واحد في خط مستقيم. برافو عليكم. يقول لك متى يحدث كل ممالي يكون المقدار الإزاحة الحادث أقل من المسافة المقطوعة. خلي بالك، لو مشى في حاجتين، لو مسار منحني يعني نص الدايرة اللي عطاها لك، أو مسار منحني كده، تمام، أو في عدة اتجاهات. يعني إيه؟ يعني هو مشى للشمال، بعد كده راح الشرق، بعد كده راح الجنوب، بعد كده راح الشرق، فاهمني؟ شرق. كل ده مسافات أكبر من مين؟ من الإزاحة. إيه اللي بعده؟ إمتى تتساوى الإزاحة الحدوثة لجسمين مختلفين؟ أكيد لو اتحركوا في نفس المقدار وفي نفس الاتجاه. بس إمتى يكون ده مهم جدا؟ تكون الإزاحة الحادثة لجسم متحرك مساوية للصفر لو موضع البداية هو موضع النهاية. ده ما يعود الجسم لموضع بداية الحركة، أي أن موضع النهاية للحركة هو نفس الموضع الابتدائي لها. تمام تمام. يلا نحل. في الشكل المقابل بدأ جسم، تمام، يقول لك في الشكل المقابل بدأ جسم متحرك من نقطة ألف، تمام، لنقطة جيم، تمام، مرن بب. يا عم يعني نقول ماشي من ألف لب ومن ب لجيم. عايز المسافة. اجمع كله. المسافة 40 زائد 30 بيساوي كام؟ 70. برافو عليكم، 70 متر. الإزاحة في الطريق المختصر من ألف لجيم. طب نجيبها ازاي ديت؟ عن طريق نظرية فيثاغورس. ما شاء الله عليكم. نقول ألف جيم بتساوي الجذر ب ج تربيع زائد، معلش، ألف ب زائد ج ب تربيع. تمام. طب ألف ب ب40 تربيع زائد 30 تربيع هيدينا كام؟ هيدينا 50 متر في اتجاه. ننزل كده هتعمل ايه؟ انت بدأت من ألف، خلاص تيجي عند ألف كده وتعمل ايه؟ الجهات بتاعتك. هنا فين؟ الجنوب الشرقي. ما شاء الله عليكم. ناخد اللي بعده. تعال ناخد ازاي نحسب. تعالوا يلا ناخد ازاي نحسب المسافة والإزاحة لو في مسار دائري. مسار دائري يعني عايز المحيط. محيط مين؟ الدائرة. مين يفتكر كده محيط الدائرة؟ يلا. 2 باي نق. حلو. الباي دي هتلاقيها طه، هتصبح 2 طه نق. ما تتخضش، الطه هي الباي. تمام تمام. لو، صلوا على النبي، لو الجسم بدأ من ألف ورجع لألف يبقى المسافة كلها كام؟ محيط الدائرة. ما شاء الله عليكم. اللي هو أصلا كام؟ 2 باي نق. والإزاحة يلا مين يقول لي؟ ما شاء الله، الإزاحة بتساوي صفر. الناس اللي قالت غلط يا حبيبي، احنا قلنا ان طالما بداية الحركة هي نهاية الحركة يعني مفيش طريق مختصر، إذا المسافة بتساوي صفر. تمام تمام. طب يا مستر، افرض ما مشاش الدايرة كاملة وماشي نص دايرة، مشي من ألف لب، خلاص تبقى المسافة بتساوي نص الدايرة، نص محيط الدايرة اللي هو 2 باي نق. تمام تمام. ايه الإزاحة؟ فين الطريق المختصر؟ يلا مين يقول لي؟ ايوه، من هنا لهنا، ده الطريق المختصر. طب ده الطريق المختصر، وانا خلي بالك مركز الدايرة يعتبر ايه؟ ده نق وده نق، يعتبر ايه؟ 2 في نق. ما شاء الله. تمام تمام. طب هو مصر ما مشاش دي، ماشية وربع الدايرة. ادي الدايرة بتاعتنا اهو. يا مستر نعم، ارسم الدايرة كده. اقعد رسم. بص يا مستر، هو هيمشي من ألف لب، هيروح كده من ألف لب. تمام تمام. انت عايز تقول لي ان هو ماشي ربع الدايرة دي من ألف لب، وانا مركزها؟ ايوه. طب خلاص.
المسافة هتساوي ماشي قدام الدايرة، مش قلت ربع؟ أيوة، يبقى ربع محيط الدايرة على طول 2 باي نق. طب والإزاحة يا مستر نجيبها ازاي؟ بص يا حبيبي، الإزاحة هو حد يقول لي من ألف لب، واحد يقول لي من ألف لمركز الدايرة وبعد كده مركز الدايرة للب، هقول له غلط. لا، هناخد المسافة اللي، ركز معايا، الإزاحة هناخدها خط مستقيم. احنا بنقول إن الإزاحة بتساوي خط مستقيم. طب الخط المستقيم عايزين نجيبه، وهنا مركز الدايرة. تمام، انت عندك ده نق وده نق، كون لك ايه؟ نظرية فيثاغورس. ما شاء الله. يبقى الإزاحة تساوي الجذر التربيعي لنق تربيع زائد نق تربيع. للي ما فهمش، هو ادي الدايرة، تمام، وادي ألف وادي ب، وهنا مركز مين؟ الدايرة. بص يا حبيبي، هو ماشي من ألف لب، ماشي من ألف لب، يبقى المسافة خلاص، ما ده يعتبر ايه؟ اقسم كده الدايرة الأربعة، يبقى ماشي، يعتبر ماشي ايه؟ ربع الدايرة. يبقى المسافة ربع في محيط الدايرة. تمام. أما ازاي هنعمل خط مستقيم، خط مستقيم. طب الخط المستقيم ده نجيبه ازاي؟ بنظرية فيثاغورس. طب افرضنا يا مستر هو مشى من ألف لب بس الناحية التانية، ازاي؟ يعني هو ماشي قد الشكل اهو، ادي ألف وادي ب، ونقسم الدايرة بتاعتنا مشت بالشكل ده. طب الشكل ده كم الدايرة؟ 3/4. تمام، يبقى المسافة 3/4 في محيط الدايرة اللي هو 2 باي نق. طب الإزاحة مستر أجيبها ازاي؟ مين هيقول لي؟ مين هيقول لي؟ طبعا اللي جاي الألف ب في خط مستقيم زي ما هي، ما شاء الله عليها، برافو عليها. اللي ما فهمهاش تعالى معايا، ادي الدايرة اهو، اللي ما فهمهاش، ادي الدايرة بتاعتي، وادي ألف وادي ب، ونقسم الدايرة، اتعود قسم الدايرة. هو ماشي من الشكل ده كله، ماشي من ألف لب. طب أنا مش ممكن أمشي الخط ده مستقيم، اللي هو الاختصار اللي هو الإزاحة؟ أيوه. بقت إيه؟ بقت الشكل ده اللي إحنا لسه جايلينه، الإزاحة اللي هو الجذر بتاع نظام فيثاغورس. حلو الكلام؟ حلو. اللي بعده بيقول لك إذا حرك الجسم دورة كاملة، دورة كاملة يعني لف حوالين مين؟ الدايرة كلها. أول حاجة الإزاحة بصفر، المسافة محيط الدايرة اللي هي اللي هي 2 طه نق. تمام تمام. لو ماشي 3/4، أنا ماشي من ألف لحد د. تمام، يبقى دي المسافة كلها اللي هو كام من الدايرة؟ بيقول لك 3/4. تمام، أنت قسم، لو أنت ما جابلك 3/4 أنت قسم الدايرة كده. ماشي كام ربع؟ أدي ربع، 2، 3، يبقى 3/4. تمام تمام. يبقى المسافة 3/4 في 2 طه نق. أما الإزاحة، طب ما أنا مش قلنا الإزاحة أقصر خط مستقيم؟ طب فعايز أوصل من ألف لده. تمام، كده نجيب نظرية فيثاغورس ونجيب الاتجاه بتاعها. طب لو نص دورة، لو راح من ألف لجيم، نقول نص محيط الدايرة. بص عايز أعلمك حاجة، هيقول لك ماشي دورة كاملة، يبقى ده محيط الدايرة. قال لك 3/4، قال لك نص، قال لك ربع، مش عارف خمس، مش عارف ايه. لو المسافة هتضرب الرقم اللي مشاه اللي هو وليكن ربع أو تلت 3/4 أو نص في محيط الدايرة، ده بمين؟ ده المسافة. أما الإزاحة على طول هي تختلف في حاجتين، لو دورة كاملة تديك صفر، لو دورة كاملة صفر. أما لو نص دورة تبقى 2 نق، 2 نق. أما بقى 3/4، 1/4، 3/4، دي بنجيبها نظرية فيثاغورس. كده بنت معاك سهلة. بيقولك في الشكل المقابل حركة السيارة على مسار دائري، احسب كل من المسافة والإزاحة عندما دورة كاملة. أول حاجة المسافة في الدورة الكاملة بالساوية المحيط كله 2 طه نق. تمام، هتعوض انت يطلع لك الناتج على طول.
الاتنين موجودة. الطه دي 22 على 7. كمان الناقة طارق بإيه؟ بالسبعة، يبقى 7 راحت مع 7، واتنين في 22 ب44. تمام تمام. ايه الإزاحة؟ في إزاحة؟ في طريق مختصر بمعنى صح؟ لا، يبقى الإزاحة صفر. برافو عليك. رقم اتنين. رقم اتنين نص دايرة. نص دايرة كده. المسافة قلت لك اكتب الرقم على طول، خدك نص اضرب نص في محيط الدايرة اللي هو الطه النق. تمام. يعني نقول نص في 2 في 22 على 7 في 7. السبعة تروح مع السبعة والاتنين هتروح مع الاتنين وبديك كام؟ 22. طيب الإزاحة فين الطريق المختصر؟ اه يا مستر ده الطريق المختصر. يبقى ده كام وده كام؟ ده 7 و7، يعني 2 في 7 بكام؟ ب14. طيب لو ربع، خلاص قلنا المسافة بتساوي اضرب الربع ده في محيط الدايرة اللي 2 طه نق، اللي هو 1 على 4 في 2 في 22 على 7 في 7. السبعة تروح مع السبعة. حلو الكلام. حلو. بالآلة الحاسبة الجماعية تديك 11. طيب لو ربع، نظرية فيثاغورس الإزاحة اللي هي فيه شرط. تمام. نظرية فيثاغورس هتقول 7 زائد 7 كل تربيع هتساوي 9 علامة 9 متر. تمام. هتقول متر وتشوف الإزاحة بتاعته، وأهم حاجة المتر والاتجاه. المتر والاتجاه. هو الفرق بين السرعة القياسية، معلش هي كتبت كده معلش، والسرعة المتجهة. دي رمزها عين ودي رمز عين وعليها السهم. تمام. طالما دي قياسية يبقى لازم مسافة على زمن، ووحدتها متر كل ثانية. السرعة المتجهة ما ينفعش مسافة عشان مسافة قياسية، عايزين حد متجه. مين يفتكر؟ الشاطر. برافو عليك اللي جه الإزاحة، ما شاء الله. الإزاحة على مين؟ على الزمن. طب هنا برضه تبقى الوحدة بتاعتها كام؟ متر كل ثانية. ما شاء الله. يعني أنا ملاحظ حاجة يا مستر، إن السرعة القياسية والسرعة المتجهة متفقين في الوحدة، بس مختلفين في المسافة. السرعة القياسية مسافة، والسرعة المتجهة إزاحة. تمام؟ تمام. الفرق بين السرعة القياسية والسرعة المتجهة، مثلا اتحركنا من ألف، من A ل B ل C ل D. تمام؟ لو عايزين سرعة قياسية بنجمع المسافات، أما لو عايزين السرعة المتجهة بنجيب الإزاحة على طول. تمام؟ تمام. السرعة القياسية المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن، أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. تمام. تمام. أما بقى السرعة المتجهة دي الإزاحة الحادثة خلال وحدة الزمن، أو المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. طيب كده إمتى الاتنين يتساووا؟ بمعنى صح، إمتى المسافة تساوي الإزاحة؟ إحنا قلناها. أيوة برافو عليكم، اللي قال في اتجاه واحد خط مستقيم، ما شاء الله عليكم. في اتجاه واحد وفي خط مستقيم. الناس اللي مش فاهمة صلوا على النبي. بيقول لك متى يتساوى مقدار السرعة المتجهة مع السرعة القياسية. طب مين مختلف في السرعة القياسية والسرعة المتجهة؟ المسافة والإزاحة. طيب إمتى المسافة والإزاحة يساووا بعض؟ لسه شارحين. لو ماشي في خط مستقيم وفي اتجاه واحد. ما شاء الله عليكم. اللي بعده بيقول لك ما معنى أن الجسم قطع 40 متر شمالا في 40 ثانية. أنت معاك هذا المتر اللي هو المسافة والإزاحة و4 ثواني، بس طالما قال لك شمالا يبقى دي الإزاحة على طول. نقول له السرعة المتجهة. طب أنا عرفت منين يا مستر السرعة المتجهة؟ من الشمال. لو قال لك اتجاه يبقى متجهة، يبقى السرعة المتجهة. لو ما قالكش اتجاه يبقى السرعة القياسية. هنقول أي أن السرعة المتجهة هذا الجسم. تحسب بقى السرعة المتجهة هي نفس السرعة عادية فيها على زين، لو الإزاحة على الزمن 40 على 4 فيها ال10. أي أن السرعة المتجهة لهذا الجسم يساوي 10 متر على الثانية في اتجاه الشمال. ملحوظة يقول لك تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة في الاتجاه،
وتختلف معها في هذا القياس. ازاي؟ السرعة المتجهة اللي هي عين تساوي في الاتجاه، يعني لو رايحين كده هما الاتنين نفس الاتجاه بس تختلف في الوحدة. ازاي؟ دي وحدتها ايه؟ متر على الثانية، اما دي وحدتها ايه؟ متر. تمام. بيقول لك اعتبر الفهد اللي هو الشيتا أسرع الحيوانات البرية، حيث تبلغ أقصى سرعتها 27 متر كل ثانية. هيجي يقول لك من أسرع حيوانات الشيتا سرعتها كام؟ 27 متر كل ثانية. يلا بينا نحل. بيقول لك قطع متسابق 50 متر شمال. طالما يا حبيبي جالك مثال لازم ترسم، لازم تتخيل. هذا هو بدأ مثلا من هنا، راح فين؟ شمال. في قد إيه؟ 50 متر في كام؟ في 30 ثانية. بعد كده 100 متر في كام؟ في 60 ثانية. 100 متر شرق. ثم 50 جنوبا، ينزل جنوب 50 متر في قد إيه؟ في 10 ثواني. ثم عاد إلى نقطة البداية، رجع نقطة البداية 40 ثانية. واحد يقول لي يا مستر طب هو ما قاليش في قد إيه؟ يا حبيبي ما دي 50، ده 50 وده 50، يبقى ده 100، ده هيكون كام؟ 100 بس. خلاص ما شاء الله عليه. أول حاجة تلاحظها نرجع لنقطة البداية، يبقى الإزاحة بتساوي إيه؟ بتساوي صفر. فبالتالي السرعة المتجهة بتساوي اللي هي الإزاحة على الزمن، صفر على أي حاجة بكام؟ بصفر. تيجي نشوف هو عايز إيه. عايز السرعة المتوسطة، معلش هو عايز المسافة الكلية اللي تقطعها، تجمع دول كلهم 50 زائد 50 زائد 100 زائد 100، 200 ومعاك 100 يبقى 300. تمام متر. تاني حاجة السرعة القياسية، هتجمع المسافات الكلية على الزمن الكلي، وهي برضو المسافة هنا السرعة القياسية هي برضو السرعة القياسية. يبقى السرعة المتوسطة هي السرعة القياسية، السرعة المتوسطة هي السرعة القياسية. هنقول المسافة الكلية على الزمن الكلي، يعني هنقول 300. الزمن كام؟ معاك 30 و10 40، 40 و60 100، والزمن 140. تساوي كام؟ تساوي 2.14 متر لكل ثانية. اللي بعد الإزاحة جبناها صفر. السرعة المتجهة طبعا الإزاحة بصفر، السرعة المتجهة صفر. خلصنا، خلصت يا باشا. اللي بعده بص بيقول لك أنت طلعت تتمشى شوية وخدت العجلة معاك، فركبت العجلة. تمام. بدأت من الصفر، وصلت لأقصى حاجة، خلاص أنت تعبت، عايز تقف تريح، فأنت سرعتك وقفت. تمام، وقفت تريح. بعد كده عايز ترجع البيت، رجعت بس ما وصلتش للبيت، قابلت واحد صاحبك وهنا وقفت حركتك تاني، طلع بالعجلة واتمشيت. تمام. بعد كده وقفت تاخد نفسك. تمام. وبعد كده وانت راجع تاني البيت، لقيت واحد صاحبك، فهنا وقفت، ما رجعتش البيت، وقفت عند مين؟ عند واحد صاحبك. خلي بالك من الصفر للحالة الأولى دي السرعة بتاعتك تزداد، السرعة بتاعتك تزداد. تمام. تاني حاجة إن أنت وقفت فخلاص سرعتك بقى بصفر، حالة سكون. راجع بقى، وأنت راجع وقفت عند صاحبك هنا، يعني دي إيه؟ وأنت راجع كده. معنى الكلام اللي عايز أرسمها بالمستقيمات، أدي موضع البداية وأدي موضع النهاية. أنت رحت لموضع النهاية وراجع، بس ما رجعتش لموضع مين؟ البداية. فاكر الحتة اللي قلت لك دي اسمها الإزاحة. برافو عليك. ترى المثال ده بيقول لك الشكل البياني يمثل حركة الجسم من نقطة A ل C ل B. عايز سرعة قياسية وعايز مدى سرعة متجهة. طب هو اتحرك من A ل B ومن B ل C، خلاص اجمع بقى المسافات كلها. السرعة القياسية بتساوي المسافة على الزمن. أنت عندك مشى لكام؟ مشى ل60، من صفر ل60 كام؟ 60. تمام. ومن 60 لحد 20 كام؟ 40، يبقى دي 100.
الزمن كام؟ خلاص الزمن اهو 10. يساوي كام؟ يساوي 10. تمام تمام. السرعة المتجهة للإزاحة، فين الإزاحة؟ هو الحتة اللي مكملتش دي للآخر اسمها الإزاحة. طب دي كام؟ دي 20 على كام؟ على 10 بيساوي كام؟ بيساوي الاتنين. بس خلص. طب حد عايز يفهمها؟ هو راح من A ل B ومن B ل C. بعد كده خلي بالك، في من B ل C حركة، في من B ل C حركة. الحتة اللي ناقصة دي، اللي هي ناقصة هنا اهو، اسمها الإزاحة. طب دي واقفة على كام؟ على 20 وكام؟ و10. يبقى 20 على 10 متر كل ثانية في الاتجاه ايه؟ تعالى كده يا حبيبي اعمل كده كده في الاتجاه الجنوبي، نازلة تحت يبقى اتجاه الجنوبي. اللي بعده، دلوقتي احنا لو طالعين رحلة بالطيارة، في حاجتين عايزين نراعيها، اللي هو اتجاه الرياح. بالعقل كده، لو الطيارة دي لو الطيارة دي طايرة مع الرياح، طايرة مع الرياح، يبقى خلاص هنوصل أسرع ومش عايزين وقود كتير. يبقى هنوفر حاجتين، هنوفر زمن الرحلة وهنوفر ايه تاني؟ الوقود. طيب لو ماشية بقى عكس، لو ماشية عكس، زمن الرحلة ماله؟ هيكبر. يبقى زمن الرحلة هيكبر والوقود المستهلك هيكبر برضه. تعال بص بقى معايا. بيقولك الشكل التالي يوضح مسار رحلة طائرة تقطع مسافة ثابتة بين المدينتين، وده اتجاه الرياح. اتجاه الرياح صاد هتروح لسي، يعني مع اتجاه الرياح، مع اتجاه الرياح يزداد ايه؟ يزداد مقدار سرعة المتجه، فيقل مين؟ يقل زمن الرحلة، ويقل مين؟ يقل المستهلك. طب لو ماشي عكس زي س، عكس الرياح، يقل مقدار سرعة المتجه ويزداد حاجتين، يزداد الزمن ويزداد مين؟ الوقود. بيقولك علل يراعي الطائرون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران، لأن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطيارة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود. وهنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.